مصير مجهول بينتظر سوريا. أردوغان حشد جيشه والميليشيات الداعمة ليه وبيستعد لتوغل بري جوه الأراضي السورية، والمشهد ده نتنياهو واقف بيتفرج عليه من بعيد وبيشوف ممكن يستفيد منه ازاي. وفي نفس الوقت خرج تحذير خطير جدا بتوغل جيش الكيان داخل الأراضي الأردنية وتوجيهه ضربة قاسمة للجيش الأردني وتدميره كمان زي ما عملوا في الجيش السوري. أما بقى إيران فهترد على كل الخسائر اللي خسرتها الفترة اللي فاتت دي بالردع النووي. طيب ليه أردوغان عايز يدخل سوريا دلوقتي بالذات، وايه حكايه الاستعداد الاسرائيلي لغزو الاردن، وهل ايران فعلا جهزت نفسها للردع النووي؟ اسئله خطيره جدا هنجاوب عليها النهارده مع بعض. انا محمد البحراوي، تعال نشوف الرابط. من يوم سقوط الاسد وكله بيدور على قطعه من التورته في سوريا وعينه على الحته اللي هياخدها او هيستفيد منها، واول الناس دي كان طبعا اردوغان رئيس تركيا. مش مكفيه المكاسب اللي خرج بيها بعد سقوط الاسد، ودلوقتي بيحشد قواته علشان يقوم بعمليه كبيره جدا في سوريا ضد القوات الكرديه، وده بحسب اللي نشرته صحيفه وول ستريت جورنال. التقرير بيقول ان الحشد العسكري التركي اللي بيتم بالقرب من مدينه كوباني حشد ضخم جدا وتحركاته خطيره، وهي تقريبا نفس التحركات التركيه في المنطقه قبل الغزو التركي لشمال شرق سوريا في عام 2019. خلي بالك ان مدينه كوباني دي هي مدينه لها اغلبيه كرديه وموجوده على الحدود السوريه التركيه. وول ستريت جورنال بتقول ان اردوغان ما بيهزرش، ونشر فعلا قوات كوماندوز وحدات مدفعيه واستعان بالميليشيات المواليه ليه في سوريا، وبيجهز لهم كمان غطاء جوي، يعني من الاخر بيجهز لضربه قاسيه جدا. الشكل ده من الحشد قلق فعلا القوات الكرديه وخلاهم يجروا يستغيثوا بترامب، وده علشان يلحقهم من التسونامي التركي اللي بينشط على الحدود ده وعايز يجرفهم من سوريا للأبد. وهنا إلهام أحمد، وهي مسؤولة كبيرة في الإدارة المدنية الكردية في سوريا، كتبت رسالة لترامب بتقول له فيها إنه لازم يوقف أردوغان عند حده، لأن أردوغان عايز يسيطر على الأراضي اللي بيتواجد فيها الأكراد، وده قبل ما ترامب يدخل البيت الأبيض في 20 يناير اللي جاي. بس السؤال هنا، إيه اللي أردوغان عايزه من العملية دي؟ ما هو خلاص أسقط حكم بشار الأسد وهيخلص من اللاجئين السوريين اللي كانوا عاملين له إزعاج طول الفترة اللي فاتت. هو عايز إيه تاني؟ أنا هقول لك هو عايز ايه. صحيفه فاينانشال تايمز نشرت مقال راي للكاتبه رولا خلف، ودي يا سيدي هي مديره برنامج تركيا في معهد الشرق الاوسط ومؤلفه كتاب حرب اردوغان، وتعتبر واحده من اهم المتخصصين في الشان التركي. رولا خلف بتقول ان اردوغان شايف في سوريا فرصه كبيره جدا علشان يغير الدستور ويقدر ان هو يترشح لرئاسه تركيا في عام 2028. يقول لي من المفروض يعني ان دي تبقى اخر ولايه لاردوغان، لان الدستور بيمنعه من الترشح مره ثانيه. طب ايه الرابط بين ترشيح أردوغان وحشد الجيش التركي؟ بص يا سيدي، عشان أردوغان يعرف يغير الدستور ويترشح من تاني، هو أكيد محتاج إنه يكسب دعم الحزب التركي المؤيد للأكراد واللي عنده مقاعد كافية في البرلمان، وده لو ضفنا لمقاعد حزب أردوغان جوه البرلمان كده تبقى اتعشت ويقدر إن هو يغير الدستور، ومبروك عليه ولاية جديدة. صحيح إن أردوغان بدأ محادثات مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، إلا إن المحادثات دي مش كفاية. رولا خلف بتقول في فاينانشال تايمز إنه طول ما الأكراد اللي جوه سوريا أقوياء، ده بيصعب مهمة أردوغان وبيخلي الأكراد في تركيا يشوفوا إن في لسه أمل للحلم بتاعهم، وهو حلمهم بتحقيق الانفصال. وبتقول رولا إن النصر اللي حققته وحدات الحماية الشعبية الكردية السورية خلى كوباني رمز للتطلعات الوطنية الكردية، ودعم الولايات المتحدة ليهم خلى الموضوع يبقى صعب جدا على أردوغان. وعشان يسيطر على الأكراد في تركيا من وجهة نظر رولا خلف لازم أردوغان يضرب أكراد سوريا. وبالمناسبة الضربة دي ما كانش يقدر يعملها أيام بشار، لأن لا بشار هيرضى ولا الروس هيرضوا ولا كمان الإيرانيين هيرضوا، وبالتالي فدي فرصة ذهبية لأردوغان عشان يقدر بيها يكمل حكمه في تركيا. المشهد العبثي ده بقى مين واقف بيتفرج عليه كله؟ نتنياهو طبعا. صحيفة هارتس نشرت مقال بتقول فيه إن إسرائيل لازم تقف جنب الأكراد، وده في حربهم الوجودية داخل سوريا. وبالمناسبة هم طلبوا من الكيان الدعم على مدار السنين اللي فاتت كتير جدا. هارتس بتقول إن لازم نتنياهو يستغل الفرصة، الأكراد دول أكبر شعب في العالم من غير أرض، انت بتتكلم عن 35 مليون نسمة، وبالتالي فهم قصتهم شبه قصة الكيان، وفي نفس الوقت أعدائهم هم أعداء الكيان بحسب كلام هارتس. تقول لي أيوة، يعني هم يستفادوا إيه من الأكراد يعني؟ بص كده على خريطة تواجد الأكراد معايا. الكيان لو ساعد الجماعة دولت إنهم يعملوا دولة فهو هيكون كسب حليف قوي عنده حدود مشتركة مع إيران ومع العراق ومع سوريا ومع تركيا، وبالتالي فهو يقدر يشيل قصاد أي حد منهم هجمات قوية لو حصلت أي حاجة تانية زي اللي حصل في 7 أكتوبر. وبالتالي
وبالتالي فارتس شايفه ان دي برضه فرصه كبيره لاسرائيل لتعزيز تواجدها في المنطقه، ولان مصائب قوم عند قوم فوائده، خسائر ايران هي مكاسب كبيره لاسرائيل في حد ذاتها. حرفيا اللي حصل لايران ده عباره عن كارثه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. ايران في سنه واحده بس اتضرب لها حزب الله اللي كان دراعها اليمين في لبنان والقاعده المتقدمه بتاعتها لضرب الكيان، وخسرت معاها سوريا واللي دفعت عشانها بحسب مصادر ايرانيه ما بين 30 مليار ل 50 مليار دولار، وده عشان تقدر ان هي تحافظ على النظام السوري، لكنها خسرت كل ده في غمضه عين، وفي الاخر خرجت واتطردت بره سوريا. لكن الموضوع ما وقفش هنا. صحيفه واشنطن بوست نشرت تقرير قالت فيه معلومات خطيره جدا عن الوضع الايراني حاليا. ايران مش بس خسرت النظام السوري الموالي ليها، لا دي كمان خسرت مستشارين عسكريين كبار جدا جوه سوريا، زي رضا موسوي اكبر قائد عسكري يتم اغتياله بعد قاسم سليمان، وخسرت كمان صف من المستشارين العسكريين اللي اتقتلوا جوه القنصليه الايرانيه في سوريا. ده بالاضافه لنقطه مهمه جدا، وهي ان جيش الكيان حاليا عمال يضرب كل الاسلحه الاستراتيجيه السوريه، حرفيا بيضرب كل الاسلحه اللي يقدر يطولها، ورجع الجيش السوري 50 سنه لورا، وده يعتبر خطر كبير جدا على ايران. دلوقتي سماء سوريا بقت مفتوحه تماما للطيران الاسرائيلي، ومفيش حتى اي رادار يقدر يلقط الطيران وهو خارج رايح يضرب ايران مثلا زي الاول. ودلوقتي ايران مفيش قدامها غير انتاج سلاح نووي عشان تقدر تكون قوه ردع، والا هتكون هدف لضربه الكيان القادمه، وده بحسب كلام واشنطن بوست. لكن لسوء حظ ايران، ترامب راجع للبيت الابيض من تاني، وشكله كده مش ناوي يجيبها البر معاهم. ترامب لما اتسال هل هتوجه ضربه عسكريه لايران في مؤتمر الصحفي الاخير، بدل ما ينفي الضربه قال للصحفي مش هقول لك هضربهم ولا لا. كمان الصحفي الاسرائيلي يشوع ميري واللي كان مراسل صحفي سابق لصحيفه هارتس بيقول ان ترامب ناقش مع نتنياهو موضوع ان ايران بعد ما اتطردت من سوريا هدفها الجاي هيكون الاردن، وان نتنياهو المفروض يكون مستعد لو حصل في اي لحظه انقلاب اسلامي في الاردن. وبحسب وصف يشوع نتنياهو هيخش الاردن فورا ويدمر مقدرات الجيش الاردني تماما زي ما عمل في سوريا. وطبعا نتنياهو في الحاجات دي ما بيتوصاش، واديك شفت سوريا الراجل دمر 90% من قدرات الجيش السوري في خلال ايام. خد بالك كمان ان في الانتخابات الاخيره في الاردن جبهه العمل الاسلاميه فازت بجزء كبير جدا من مقاعد البرلمان الاردني، وده عكس ما كان متوقع، وبقت جبهه العمل الاسلامي هي اكبر كتله برلمانيه ب 31 مقعد. خد بالك كمان ان جبهه العمل الاسلاميه دي هم اخوان الاردن، وتعتبر هي الذراع السياسي بتاع الجماعه هناك. لكن الفوز الاخير بتاعهم ده ما يقلقش خالص، لانهم مش معاهم الاغلبيه المطلقه. يعني ايه؟ خلينا افهمك. البرلمان الاردني فيه 138 مقعد، يعني عشان يبقى معاك اغلبيه وتقدر تتحكم وتمرر قرارات مهمه لازم يكون معاك 70 مقعد برلماني، يعني مش 31. وعشان كده مفيش قلق حصل في امريكا ولا الكيان من ان قرارات الاردن ممكن ان هي تتغير بعد الانتخابات دي، لكن الخوف جاي من ناحيه تانية خالص. صحيفه معريف نقلت كلام خطير جدا عن ان الكيان خايف من ان عدوى التغيير اللي حصلت في سوريا تنتقل للمتظاهرين في الدول المجاوره. الصحيفه بتقول ان رؤساء اركان الجيش والاستخبارات الاسرائيليه زاروا القاهره وقابلوا مسؤولين مصريين بعد اسقاط نظام بشار الاسد، لكن وعلى الرغم من ان الاجتماع ده كان المفروض ان هو يبقى عن صفقه الاسرى، 90% منه كان عن دعم استقرار مصر، وده بحسب كلام معريف. الخوف الاسرائيلي جاي من ناحيتين، اولا جماعات الاسلام السياسي الداخليه اللي ممكن تستغل الوضع في سوريا وترجع تعيد احياء المظاهرات من تاني، او من التدخل الايراني في الدول اللي عندها حدود مع اسرائيل. وفي حاله التدخل الايراني هم عندهم خوف من ناحيه الاردن اكتر، مش من ناحيه مصر خالص، وده لان مصر بتمتلك جيش قوي جدا واغلبيه الشعب لسه كاره تجربه الحكم الاسلامي في عام 2012. وهنا بيجي السؤال، تفتكر اللي حصل في سوريا ممكن يحصل في اي دوله تانية من الدول العربيه، ولا سوريا دي دوله ليها ظروف خاصه جدا؟ شاركونا برايكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك، وكالعاده شيروا الرابط.